أهلا بيكم مرة تانية. النهاردة بنفتح ملف كده يعني شائك شوية في عالم السوشيال ميديا المصري. عالم غريب بصراحة، بنشوف فيه قصص وحكايات حياة ناس قدام عينينا، فلوس بتظهر فجأة، وكمان خناقات عائلية بتتحول لمسلسل كلنا بنتفرج عليه. هنحاول نفهم إيه اللي بيحصل. أيوة بالظبط، هو فعلا بقى ظاهرة تستدعي الوقوف عندها. هنبص بتركيز أكتر على استعراض الثروة الرهيب ده اللي ساعات يخلي الواحد يسأل، أو مثلا استخدام المواقف الشخصية زي المرض أو الخلافات عشان تجذب مشاهداته كده، والتوترات العائلية اللي بتطلع من البيوت للشاشات. مهم نشوف الناس بتتفاعل إزاي، وده بيقول إيه عن صناعة المحتوى وعننا إحنا كمان كمتابعين. خلينا نبدأ بأول قصة معانا، أم مكة. دي شخصية يعني ظهرت كده وعملت نجاح مادي كبير وملفت قوي بعد ما كانت بداياتها متواضعة خالص. فطبعا الناس كلها بقت تسأل إيه ده؟ الفلوس دي كلها جت منين بالسرعة دي؟ ويمكن اللي زود الحوار ده قوي الخناقة الكبيرة اللي حصلت، وسمعنا إنها وصلت للبوليس وكلام عن سلاح وكده. الحتة دي بالذات. الأغرب بقى زي ما ناس كتير لاحظت إنها تصور وتنشر فيديوهات عادي وسط كل المشاكل دي. فعلا النقطة دي خلت كلام كتير يتقال، وبدأت تطلع نظريات بقى. أشهرها فكرة إن الشغل بتاعها اللي كلنا عارفينه في الفسيخ ده ممكن يكون مجرد واجهة لإيه؟ لحاجة تانية، نشاط تاني مش معلن، أو زي ما بيتقال كده في السوق غسيل ومكوى. طبعا ده كلام بيتردد وتكهنات محدش يقدر يجزم، بس ده بيوريك قد ايه الناس مستغربة من الثراء السريع ده اللي مش ماشي قوي مع حجم تجارتها اللي الناس شايفاها. تمام. طيب نروح لشخصية تانية أثارت برضو كلام كتير، مدام سمر. الموضوع بدأ بإعلانها إنها تعبانة وعندها مشكلة صحية، قرحة في المعدة بسبب المسكنات الكتير اللي بتاخدها. أيوة، ربنا يشفيها طبعا. أمين يا رب. لكن طريقة العرض، العناوين بتاعة الفيديوهات كانت مقلقة قوي، الحقوني بموت وحاجات زي كده. وهنا بقى حصل انتقاد جامد. ناس كتير بصراحة اعتبرت ده نوع من المتاجرة بالمرض، خصوصا ان اللي يدخل يشوف الفيديو يلاقي محتوى تاني خالص، ممكن هزار وضحك مع أصحابها أو جوزها، فالعنوان ده مش متماشي مع اللي جوه. هو ده السؤال فعلا. السؤال، ليه شخصية ناجحة زيها وعندها متابعين بيحبوها ليه تحتاج تعمل كده عشان المشاهدات؟ مكانتها كويسة، الأكيد صحتها أهم، ويمكن محتاجة تخف الضغط والشغل اليومي ده شوية، خصوصا إنها وصلت لمرحلة مستقرة طيب نخرج من القصص الفردية شوية وندخل على الخلافات العائلية اللي بقت على الهوا مباشرة. الحفراويين هدى وياسمين، دول كمان قصتهم بقت حديث الناس. الخلافات بين الأختين بقت واضحة جدا على السوشيال ميديا، والتلميحات كمان. بالظبط، وحتى الأم دخلت في الموضوع بتلميحات كده ممكن تتفهم إنها مش راضية عن جوز بنتها هدى. وهدى من ناحيتها طلعت وقالت بررت بعدها عن أهلها ده بإنها مش بتلاقي التقدير الكفاية هناك، وإنها مرتاحة أكتر مع أهل جوزها اللي بيقدروها وبيحترموها على كلامها هي. وفي المقابل ياسمين برضو عليها كلام كتير، موضوع النوم بحجة الطاقة السلبية، والتعليقات اللي اتفهمت على إنها إهمال في النظافة الشخصية زي قصة الضوافر الطويلة دي. بصراحة التناقضات بقت واضحة. زمان كانوا بيصدروا صورة مثالية قوي للعيلة المترابطة والسعيدة، ودلوقتي الخلافات دي كشفت حقيقة تانية للعلاقات دي. وده بيحصل كتير للأسف في العالم ده، الصورة مش دايما حقيقية. أكيد العلاقات الإنسانية أصلاً معقدة بطبيعتها، فلما تدخل عليها بقى ضغوط الشهرة والمشاهدات والفلوس، التعقيدات بتزيد وممكن توصل للانفجار قدام الكل كده. طيب لافا، قصتها مع جوزها العرباوي دايما فيها محاولة لإظهار صورة مثالية قوي، رومانسية وكده، بس ساعات الواحد بيلمح خصوصا في الانفعال أو ضعف منها تلميحات عن واقع مختلف شوية، كلام عن سيطرة مالية منه أو إحساس بالإهمال ليها ولبناتها. فعلا، وواضح كمان السلوك التنافسي اللي عندها، بتستغل أي مناسبة عائلية عشان تثبت نفسها وتعزز صورتها، ويمكن كمان تكون بتصفي حسابات قديمة. وحادثة السمك دي كمان كانت لافتة. دي كانت غريبة قوي، إنها تشتري كمية سمك ضخمة بسعر قليل قوي من حد محتاج، وفي الآخر يتقال إن السمك ده اترمى. ده بيوضح إزاي ممكن الأنانية أو عدم تقدير ظروف الناس يظهر حتى لو على حساب الأم نفسها في الموقف ده. ونيجي الأم جنى،
دي بقى تحولها كان كبير وملحوظ، من دور الضحية بعد مشكلة عملية التجميل اللي حصلت لها زمان لشخصية دلوقتي بتستعرض الثراء بشكل ممكن نقول فج ومستفز للمنتقدين. كلام عن شراء فيلات بملايين. التحول ده بيخلي الواحد يسأل أسئلة كتير، مش بس عنها هي، لا وعن اللي حواليها كمان. يعني مثلا الكلام اللي دار عن أخلاقيات الدكتور اللي عمل لها العملية هي وشروق، وهل الشهرة والفلوس بتأثر على قرارات طبية زي دي؟ ده سؤال مهم. ده غير سلوكها الاستفزازي للمتابعين، والكلام اللي بيتردد عن إهمالها لصلة الرحم أمها وأخواتها رغم الثراء الكبير اللي بتتكلم فيه ده. فعلا الموضوع معقد. لو بصينا على كل القصص دي هنلاقي خيوط مشتركة كده بتربطها ببعض، في سعي مستمر ورا الترند بأي تمن. الخط الفاصل بين الحياة الخاصة والمحتوى العام بقى رفيع قوي وساعات بيختفي خالص، والدراما الشخصية سواء حقيقية أو متصنعة بقت هي البنزين بتاع الأرباح. والضغط بتاع المشاهدات والأرباح ده بيخلي ناس للأسف تتجاوز حدود كتير، وممكن تدوس على علاقات أسرية وصداقات كانت مهمة في يوم من الأيام. وهنا بيجي السؤال الأهم بقى اللي بنوجهه لكل اللي بيسمعونا وبيتابعوا. يا ترى متابعتنا إحنا للنوع ده من المحتوى بتساهم في استمراره وانتشاره بالشكل ده؟ وإيه مسؤوليتنا إحنا في المعادلة دي كلها جوه العالم الرقمي اللي عايشين فيه ده؟ سؤال محتاج تفكير صراحة. بنتمنى يكون تحليلنا السريع ده عجبكم وأضاف وجهة نظر جديدة. ما تنسوش طبعا تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكم كل جديد أول بأول. اعملوا لايك وشيروها مع أصحابكم المهتمين بالمواضيع دي عشان النقاش يكبر. نشوفكم الحلقة الجاية.